هو أنت يعني مش مكسوف من نَفْسك لمّا تبقى طالع من فرقة اسمها ستيلنبوش، وأمّا تبقى تالت الدوري السنة دي، وأمّا تبقى مش عارف تجدد للعيبتك، وزيزو اللي أنتم ماسكينه ده عمّالين تقطّعوا فيه، واحد من ضمن اللعيبة اللي أنتم ما عرفتوش تجددوا لها والأهلي خده. يعني أنا مش فاهمكم بصراحة. أنا حاسس إن أنتم قِلّة البطولات دي أثّرت على مخّكم، ما بقيتوش تركّزوا في الكلام اللي أنتم بتقولوه. يعني أنت بتعاير الأهلي إن هو اتعادل مع إنتر ميامي، منظم البطولة على أرضه وسط جماهيره، ومعاه ميسي وسواريز والنجوم دي كلها، ومعاه لعيبة برضه شباب في الفرقة كويسة، والأهلي مسكهم اداهم شوط محترم جدا. احنا يعني يمكن الحارس بتاعهم تألق كبير جدا امبارح، وضيعنا فرص لا حصر لها. وعمالين ماسكين يقول لك اصل تريزيجيه مش عارف ايه عمل ايه مع زيزو وخد منه الكرة بالعافية، وزيزو ادي ده اللي هيبقى مقامك عندهم، انت هتبقى مالكش لازمه في الفرقه. احنا كنا مكبرينك مش عارف ايه، واخد بالك. وبعدين هتلاقي واحد يعني زي ما الصوره اللي انتوا هتشوفوها دي كده على الشاشه دلوقتي، تلاقي واحد زملكاوي منزل لي صوره شيكابالا لما كان بيبدل التيشيرت مع رونالدو، ويقول لك اصل ميسي نفض لهم ما رضيش يبدل معاهم التيشيرتات. ما ان شاء الله بقى ما ابدل يا ابني، هي دي كده يعني دي بطوله بالنسبه لكم؟ ان ده انتوا كنتوا بتلعبوا بطوله العربيه دي بطوله وديه، وكريستيانو يعني جه بدل التيشيرت، يعني دي حاجه عاديه جدا خالص يعني بتحصل مع كل الفرق. ممكن هو الحارس الشخصي بتاعه بقى بتاع ميسي مثلا كان ماشي ورا منه او حاجه زي كده، ما رضيش هو يبدل التيشيرتات. ما ان شاء الله ما رضي يا عم، ان شاء الله ما رضي. انت ايه اللي مضايقك؟ احنا بنلعب في حدث عالمي، افتتاح كاس عالم انديه، يا جبله يا اللي ما عندكش دم انت وهو.